بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري والعالم العربي كله طيب. طبعا اول يوم رمضان يا جماعة محشي مفيهاش كلام. ده محشي ورق عنب، وهنا انا عاملة فلفل وكوسة وبتنجان، وهنا انا عاملة بطاية اتسلقت، نرمين سلقتها لي. فاحنا دلوقتي يعني هسوي المحشي. طيب دلوقتي الناس كلها عامله النهارده محشيات، الشارع كله والعماره كلها ريحه المحشي مفحفح في الدنيا كلها. وفي ناس برضو بتعمل صينيه رقاق وبط. احنا عاملين محشي وبط، وهنعمل ملوخيه دلوقتي، وهنعمل لسان العصفور. وانا معلش ما صورتش وانا بحشيهم لان كانت الساعه متاخره وما كانش معايا حد يصور وكده. خلاص، فانا دلوقتي هصب عليهم الشوربه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الشوربه دسمه جدا بتاعت البط. طيب هنصور اهو، هنسقيه بقى لان احنا كده قربنا على المغرب. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبقى سخن كده. كل سنة والعالم العربي كله طيب، وربنا يا رب يهدي النفوس كده في الإخوان اللي هم بيبقوا متخاصمين مع بعض، ربنا يهديهم لبعض يا رب. الكبير كده هو يتصل بالصغير، ولو الصغير اتصل بالكبير. المهم الجماعة اللي هم زعلانين من بعض يتصالحوا مع بعض. احنا في شهر كريم، والله اعلم يا جماعة احنا هيقعد علينا شهر زي ده تاني ولا لا، فالمفروض النفوس كلها تبقى كويسة مع بعض. ماشي، انا كده سقيته خلاص. تسوية المحشي يا جماعة بالذات ورق العنب او الكرنب، اي حاجة ملفوفة تخلي الطبقة اللي على الوش مش واصله لها قوي الشوربة اخرها الطبقة التانية. خلاص، وادي احنا هو عملنا سقينا هنا دي طماطمايه كده هنشيلها، سقينا البتنجان والكوسه والفلفل. خلاص، فاحنا هنولع عليهم دلوقتي وهنشوف كده هنعمل مع بعض ايه تاني. هنا بقى بنتي حبيبتي وانا في الشغل راحت فرشه بقى الحاجات الرمضانيه الجميله، المفارش بتاعت رمضان الحلوه دي. عملتها بصوا الكراسي برضو عامله لها الفرش بتاعها، وعملت للترابيزة برضو الفرش بتاعها. وهنا هو كمان الكنبة بتاعت الانتريه برضو عملت الفرش بتاعها كده هو. هي دايما نرمين حبيبتي وانا مش موجودة بتقعد تظبط الدنيا كده هو. كل سنة وانتم طيبين. وهي دي بقى الفرش الرمضاني بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا كل ام دلوقتي في شغلها بتبقى راجعة يا دوبك قبل الفطار بحاجة بسيطة. انا معايا بنوتي حبوبتي عروسة زي القمر، محامية زي الفل. هي بقى شايلة عني، بتقعد بقى بتروق البيت، بتجهز الاكل، بتعمل كل حاجة بصراحة. ربنا يبارك لي فيها يا رب. وده احنا كده النهاردة اول يوم رمضان يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم انصر شعب فلسطين يا رب. حق هذا الأيام المفترجة. اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر شعب فلسطين يا رب. يا رب انصرهم يا رب. يا ريت كلنا كده في أول دعوة ندعيها كده واحنا بنبتدي نشرب بق المية، ندعي لفلسطين يا جماعة. احنا بنشوفهم قلبنا بيتقطع. اللهم اكبر بخاطرهم وانصرهم يا رب ان شاء الله. يلا كده انا دلوقتي كده قدامكم عملت سويت المحشي، حطيت الشوربه عليه وهو دلوقتي بيستوي. فانا هدخل دلوقتي هعمل برضو ملوخيه، بس هي نرمين طلبها ملوخيه ناشفه. على فكره الملوخيه الخضراء في السوق ملهاش طعم، يعني هي غاليه على الفاضي. انا جبتها وعملتها مفيش طعم ليها خالص، مش طعم الملوخيه اللي احنا نعرفها. يا ولادي قالوا لي يا ماما عاملين لنا ملوخيه ناشفه النهارده، بعملها لهم بقى كده، هتشوفوا الطريقه بتاعتها جميله. ماشي يا حبايبي. احنا دلوقتي هنعمل الملوخيه الناشفه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه غلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقلبها كمان، نوطي النار على قد ما نقدر، لان ايه بص يعني ايه، انا مش عايزاها ان هي تعمل زي الشاي، تفل الشاي تنزل تحت بقى. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي كده كفايه عليها. هعمل الطشه بتاعتها بقى. احنا دلوقتي هنعمل ملوخيه، بس انا بسم الله ما شاء الله على جمالها ازاي، خرافه. هنحط بقى هنا الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما كده نحط حته كده في الحله نيه، ان كانت ناشفه او خضرا يا جماعه بتدي طعم حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي الدنيا كلها روايح ملوخيه، روايح محشي زي ما يكون رمضان شهر الاكل يلا خير، كله في خير. الساعة كمان الساعة 10 هبقى مشغولة. حط كزبرة. أنا بحب أزود الكزبرة شوية. الملوخية الناشفة بقى بتختلف عن الحمرا في حاجة، إن احنا بنرجع هنا بنحط صلصة عليها، طماطم يعني، بضرب طماطم في الخلاط بنحطها عليها، بس بتديها ايه تحميرة شوية كده، عشان احنا عايزين الكزبرة تتحمر شوية. طبعا صوتي واطي، عطشانة يا جماعة يلا خير، لان انا راجعة من الشغل طبعا من على الدائري مفرهدة. ربنا يتقبل مننا يا رب. خلاص بقى كده ايه شوية طماطم انا ضرباهم، مش كتير. هي طبعا مش هنحط ولا ملح ولا حاجة، هي الشوربة الملوخية نفسها فيها ملح من الشوربة دي، بقى لما بتتسبك وتشربها خالص بنحطها على الملوخية. قربت اهي يا جماعة، قربت تتسبك، شربت خالص الثوم اهي. دي بقى اللي بتدي طعم جميل في الملوخية الناشفة دي، انا خدتها من اهل الصعيد يا جماعة. ماشي. فاكرين زمان اهالينا كانوا بيعملوا حاجة اسمها الدمعة جنب الملوخية، كانت برضو بيعملوا زي اللي انا عاملاها دلوقتي دي كده، كانوا بيعملوها جنب الملوخية، لكن دي احنا بنحطها جوه الملوخية. كان زمان اسمها ايه، بيقولك ايه، ملوخية بدمعة. الدمعة دي كانت هي الصلصة اللي انا عاملاها دلوقتي دي ده كفاية عليها كده بقى، كفاية كده خلاص. هنحطها هنا كده. هي ما عملتش كش لان هي دي صلصة بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين جمالها؟ خلاص احنا بقى مش بنغطيها علشان ما تسقطش لتحت. هنعمل بقى لسان عصفور. دي معلقة تانية، معلقة نضيفة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بقى وخلاص كده اتحمر. عارفة من ايديك، طلع الموبايل لفوق شوية. انا بزود الشوربة عشان يستوي براحته. خلاص انت حاطط فيها فلفل اسمر، ماشي، هي فيها كل التوابل بتاعتها. شوف بقى فين الغطاء، سنة مرقة دجاج كده اهو صغيرة، انا بستعملها كنوع من التوابل
كنوع من التوابل، لكن ما بستعملهاش كشوربة. الشوربة احنا عندنا شوربة بط. يلا هنغطيها بقى، نرجع لكم تاني لما الاكل يستوي. خلاص يا حبايبي، احنا خلصنا معانا المحشي الجميل اهو، والبتنجان والفلفل والكوسة. احنا مش مزودين عشان محمود حبيبي مش هيجي، محجوز في الشغل بتاعه النهارده بس. وادي لسان العصفور والبط، وشلنا بقيت نايب محمود في البط. وادي الملوخية الناشفة الجميلة بتاعتنا. يلا بقى رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، والمغرب هتدنا اهي، والعرقسوس والابيض الصوبيا ديت، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. المغرب على اذان خلاص. يلا فطارا هنيئا للشعب المصري وللعالم العربي كله يا رب، صوما مقبولا. وصوما مقبولا وافطارا شاين عطشانة. يلا السلام عليكم ورحمة الله.